السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا قبل ما نبدا الفيديو كده صلى على النبي. النهارده جايين نتكلم عن موضوع مهم وحيوي لاي حد في العشرينات. العشرينات مش مجرد فتره عاديه في حياتنا، كل قرار بناخده وكل خطوه بنمشيها بتاثر علينا بشكل كبير على مستقبلنا. في الفيديو ده هنتكلم عن اهم الحاجات اللي لازم تتعلمها وتكون في بالك خلال الفتره دي. هشارك معاكم شويه تجارب ونصايح ممكن تغير نظرتكم للحياه وازاي تواجه التحديات اللي ممكن تقابلنا. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي تعيشوا العشرينات بافضل شكل ممكن وتبنوا اساس قوي لمستقبلكم. قبل ما نبدا الفيديو، لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. واكيد يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لها لايك. وبس كده وشكرا، يلا بينا نبدا. نخش في الموضوع على طول. اول حاجة، الحياة بدأت بالفعل. يعني من بعد العشرين وانت طالع ما عادش في حاجة اسمها لما اكبر، مفيش حاجة اسمها في المستقبل، انت دلوقتي في المستقبل. فلازم تبدأ تتعامل من المنطلق ده لان الانتظار هيخليك متأخر كتير. تاني حاجة، انسب وقت لزراعة الشجرة كان من 20 سنة، بس تاني انسب وقت هو دلوقتي. فما تأجلش حاجة لان مفيش ما يدعي باللحظة المناسبة لفعل اي حاجة. خد خطوة وهتجيب الباقي وراها. تالت حاجة، بعدين. كلمة بعدين معناها انك مش هتعمل حاجه، ووقتك هو اهم حاجه في حياتك. لازم تتعلم ويكون عندك مهاره لتنظيم وقتك وترتيب اولوياتك. رابع حاجه، الانتخه وحشه. تعلم يكون ليك تدريب بشكل منتظم، ولو حابب تمشي كل يوم ده جسمك حاول تستثمر فيه كويس عشان ده اللي هيشيلك بعدين في كل حياتك. خامس حاجه، الصحاب مش اونلاين وبس، بمعنى ان الصاحب بجد هو اللي جمعتك بيه مواقف واحداث، اللي شاركك حاجات كتيره في حياتك، مش مجرد معزولين في شات وقاعدين تتكلموا بدون فايده او قيمه حقيقيه. وقت الجد مش هتلاقي غير نفس الصاحب اللي عمره ما كان اونلاين وبس. 6، لو قررت تحب يبقى تستحمل كسرة القلب. يعني انت حر وكل واحد حر، بس لازم تعرف ان ممكن الطريق ما يكونش سالك دايما وفي دايما مكان للانكسار ده. فخليك مستعد لده كويس عشان ده حدث هيعدي لكن نتائجه طويلة المدى. 7، المذاكرة لا تنتهي باخر امتحان في الكلية. يعني لو اردت تكون شخص مميز لازم تكون دايما على علم ودراية بكل ما هو جديد في مجالك، ومكان ما تتوقف معرفتك انت بتنتهي. 8، العائلة هي أهم حاجة في حياتك، حافظ عليهم كويس. 9، ما تخليش نقط ضعفك تعطلك، ركز دايما على نقط قوتك، المهم تعرفها كويس وتحسن منها، وفي السكة واحدة واحدة واشتغل على نقط ضعفك دي. 10، كل حاجة تستاهل لازم تاخد مجهود. 11، كل حاجة تكبرك هي موجودة مباشرة بعد اجتياز منطقة الراحة. خليك جاهز عشان تقابل الظلم مرات كتيرة في حياتك. علاقاتك اللي اتكسرت وفشلت كل محاولاتك للإصلاح فيها عشان ما تقعدش طول عمرك بترمم في حاجة مفيش منها أمل. الحظ بيجي للمجتهد وبس، مش هتعمل كل حاجة ومش هتكون موجود في كل الأوقات، بس اتعلم كويس بقى تختار الحاجات اللي هتديها وقتك وجهدك، الحاجات اللي هتختارها بدل من حاجات تانية كتير. ما تاخدش الناس اللي حواليك أمر مفروغ منه، لازم تحترمهم وتحسسهم بده. على قد ما تقدر اتعلم من اللي حواليك، ضيف لخبراتك وتعلم ازاي تتحكم في مشاعرك، واصرف على تعليمك واستثمر في نفسك. ما تخافش من الخسارة، لازم هتخسر حاجة في حياتك، المهم تتعلم وتعرف أسبابها، لأن لو وقفت كتير مش بس هتتعطل، ده كمان هيوقفك عن اللي جاي. فتقبل الخسارة عادي، محدش هيساعدك، لازم تعرف ده. الناس طاقة وكل واحد ليه طاقة محدودة، محدش هيديك كل مجهوده ولا هيديك كل حاجة. اوقات كتير الشغل بكل مجهود مش هو اللي بيجيب فلوس. يا ابن الكلب، اغنياء العالم بيشتغلوا اقل بكتير. لازم توظف نفسك صح وتدير فريقك صح وما تعملش كل حاجه بنفسك. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكون استفدت من النصايح والمعلومات اللي اتكلمنا عليها في فيديو النهارده. اهم حاجه نفتكرها هي ان العشرينات فتره مميزه في حياتنا ومليانه فرص كبيره، فلازم نستغل كل لحظه فيها بحكمه ونبني اسس قويه لمستقبلنا. استعين بالله ولا تعجز. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.